من حوالي سنة كنت بشوف كورس كده البيزنس موديل معين اسمه دروب شيبينج، وانا اصلا الفترة دي كنت عايز اعمل فلوس بأي طريقة من النت. فعمال اتفرج على الكورس وكده، واتعلمت منه حاجات كتير. طبعا انت لو مش فاهم الدروب شيبينج باختصار، فكرته انك بتجيب منتج من الصين او من اي حتة يعني بيتعمل منها منتج بشكل رخيص، غالبا من الصين يعني. وانت بتبيعه بقى الناس في امريكا، وبتاخد انت فرق الربح يعني. في طبعا شكوك كتير حوالين البيزنس موديل ده، وانا اصلا ما انصحش حد يعمله، لان انت محتاج اصلا راس مال عشان تبدا فيه. وقليل جدا اللي بينجح فيه دلوقتي يعني. عشان بقى يعني انت لما تلاقي في حاجه معينه الناس كلها دخلت فيها ومش عارف ايه، بتلاحظ ان المنافسه زادت عليها قوي. انت طبعا تقدر تعمل فلوس منه وكل حاجه، بس انت محتاج مبلغ مش قليل كمان عشان تعمل اعلانات. فبدات اتفرج على كورس ليه وكده. وانا بتفرج على الكورس اتعلمت حاجه، ان لو انت بتعمل المنتج تمام، نفترض ان انت مثلا عامل منتج، ايه مثلا الستاند ده مثلا، ده المنتج بتاعك تمام. عملت منه 10 الوان، وعملت 5 احجام ولا حاجه، وواحد باوبشنز معينه، واحد باوبشنز مختلفه عنه وكده. الاختلاف في الاوبشنز وكده ده هيخلي الارباح بتاعتك اقل، ده هيخلي الناس تشتري اقل منك. ليه؟ لان انت الشخص اللي بيبقى بيقلب على الفيسبوك ويلاقي اعلان المنتج بتاعك كده ويعجبه، وبعدين يخش على الموقع عشان يشتري وكده، يلاقي حاجات كتير لازم يختار ما بينها وكده. دماغه اللي هو بيحصل له ايرور معين، لان انت اغلب الناس اللي على الفيسبوك كده اصلا اغلبهم دماغهم ما بتشتغلش كويس يعني، لو عايزين نكون صريحين مع بعض. فالشخص اللي بيمسك الموبايل بتاعه ده بالليل على اخر اليوم، ويقعد يقلب في الفيسبوك ويطلع له اعلان معين لمنتج، والمنتج عجبه ودخل يشتريه، لقى اوبشنز كتير، في ايرور بيحصل في دماغه كده، وبعدين بيقول ها ما انا شاري. انت نفس النظام معاك بالظبط. انت لو عندك بلان معينه انت ماشي عليها، انت مثلا عايز تبقى تطلع رياضي ومش عارف، عايز تحترف ومش عارف ايه، بس انت حاطط لنفسك بلان مختلفه، بلان بي زي ما بنقول، انت غالبا لا هتعمل بلان ايه ولا هتعمل بلان بي. غالبا يعني غالبا. ودي حاجه منتشره جدا يعني. احنا عارفين طبعا 99% من الشعب المصري كان عايز يطلع لعيب كوره ومش عارف ايه، بس مش عارف اتسحل في الدراسة ومش عارف ايه، وفي الآخر ما طلعش لعيب كورة. دي قصة منتشرة جدا يعني. انت على الأقل في كل عيلة في مصر لازم تلاقي واحد كان عايز يبقى لعيب كورة ومش عارف ايه، واتشغل بالدراسة وما كملش. الموضوع يعني ماشي كده دايما. وانت اصلا لو جيت تشوف لعيبة الكورة المصريين اللي نجحوا ووصلوا بره وكده، مثلا عندك محمد صلاح ما كانش عنده حاجة تانية غير الكورة حرفيا. حتى الدراسة هو بنفسه قال ان هو ما كانش مهتم بيها، عشان كده عرف ينجح في الكورة، لان هو ما كانش عنده يعني. انت لازم تحط المية بتاعتك في صندوق واحد بس. المية ما ينفعش تنتشر الصندوق ده والصندوق ده والصندوق ده، فاهمني؟ انت لازم كل حاجة تبقى في حاجة واحدة بس، لان انت فعليا لو ركزت على حاجة واحدة بس غالبا هتوصل لمستوى كويس فيها. وطبعا الموضوع مش سهل زي ما انتوا زي ما انا بقوله كده. بس هي الفكرة بس انك لازم تاخد المخاطرة، لان هو ده ريسك في الاول وفي الاخر. يعني انت لو محمد صلاح ركز على الكوره وكده، وكان في ريسك ان هو ما يوصلش لبره وكده، ويقعد في الشارع في الاخر، فاهمني؟ بس فاهمني يعني، اصلا نادرا نادرا لما الاقي حد بياخد ريسك زي ده مش بيوصل للهدف بتاعه، فاهمني؟ حتى من فتره كنت شفت ديبيت اونلاين وكده، بيتكلم على الطبقه الوسطى والطبقه الغنيه والطبقه الفقيره، واتكلموا فيه ان دايما الناس اللي بتوصل لمرحله انها متبهدله دايما هي الطبقه اللي في النص. لان الطبقه اللي في النص مش عايز يخاطر فيبقى من الطبقه الفقيره، وفي نفس الوقت هو راضي بحاله، فمش عايز زي ما قلت لك يخاطر ان هو يبقى في الطبقه العاليه فيوصل للطبقه الفقيره، فاهمني؟ ف يعني احنا حرفيا اغلبيه الناس اللي بتتفرج على الفيديو اصلا من الطبقه المتوسطه، فاهمني؟ فانت مش لو انت عندك نت وعندك موبايل فانت غالبا من الطبقه المتوسطه. لا، انت من الطبقه الفقيره اللي جاهز ان هو يعمل اي حاجه عشان يوصل للطبقه المتوسطه او الغنيه. فهو جاهز حرفيا يخاطر باي حاجه، لان هو مش هيخسر حاجه، ولو عمل حاجه معينه هو كده كده متبهدل. فلو وصل تمام، ما وصلش خلاص عادي، هيعيش زي قرايبه وهيعيش زي اهله والناس اللي يعرفها. انما انت كواحد من الطبقه المتوسطه غالبا بيحصل ايرور في دماغك لما تيجي تاخد قرارات وكده، لان انت خايف تعمل حاجة معينة فدي تبوظ لك الدنيا كلها وتنزل طبقة، فاهمني؟ مع ان غالبا الناس اللي بتحاول في حاجة معينة وبتدي 100% من المجهود بتاعها فيها،
أو اللي هم فاهمني، مش عارف أشرحها لك إزاي، إن هم من الآخر يعني بياخدوا الريسك في حاجة معينة عشان يعلوا بالمستوى، غالبا فعلا بيعلوا بالمستوى. لأن يعني طبعا احنا عارفين بقى إن أنت لو عايز تبقى رياضي وكده وبعدين دخلت جامعة وقلت أنا هركز في الجامعة بس في نفس الوقت هشتغل على الرياضة بتاعتي ومش عارف إيه، غالبا مش هتعرف تجو فار في الرياضة بتاعتك اللي هو توصل لمستوى كويس فيها. لو الرياضة بتاعتك أولمبية غالبا مش هتعرف توصل أولمبياد، غالبا مش هتحترف فيها. وفي نفس الوقت في الجامعة انت مش راضي لان انت كان نفسك تطلع رياضي، فانت مش راضي اصلا بانك تبقى طالب جامعي ومش عايز تتخرج من الجامعة وتشتغل بالشهادة بتاعتك، لان ما عادش في حد بيشتغل بالشهادة بتاعته فعليا. فانت واصل لمرحلة خلاص انك دماغك بتاكلك ومش عارف تعمل ايه. فالمشكلة هنا ان انت ما تحطش كذا اوبشن لنفسك. طبعا احنا عارفين ان انت دايما بتخطط لحاجة وبعدين بتحط لها بلان بي وبلان سي ومش عارف ايه. انت فكرة انك تحط كذا بلان لحاجة معينة انت عايز تعملها، فانت كده كده مش تدي مجهود كبير للحاجة اللي انت عايز تعملها اصلا، لان انت عمال تحط في خطط مختلفة في نفس الوقت للحاجة اللي انت عايز تعملها. فانت هتوصل لمرحلة انك مش تعمل حاجة في الاخر، او مش هتدي مجهود كفاية للحاجة اللي انت عايز تعملها. انت لو عايز تبقى رياضي، عايز تبقى بطل اولمبي مش عارف ايه، فانت غالبا مش هتدي المجهود الكفاية للحاجة دي، لان انت برضو عندك جامعة فهتختار الخيار الاسهل. فاهمني؟ ايه الخيار الاسهل؟ انك تخش جامعة طبعا. لان إن انت توصل لمرحلة انك تبقى رياضي وكده، انت بتتنافس مع ناس اللي هو حرفيا في التوب من البشرية كلها. فاهمني؟ انما الجامعة يعني كل سنة بتخرج 10,000 واحد ولا حاجة، وبيقعدوا على القهوة في الاخر. فدول لو عملوها انت اكيد تعرف تعملها. فاهمني؟ فانت ما تحطش نفسك في نفسك ما تحطش نفسك في موقف يعني انك تقدر تختار من خيار صعب لخيار سهل، لانك غالبا هتختار الخيار السهل في الاخر وكل حاجة هتبوظ معاك.